السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاعنا اليوم اللي هي طمينه بريستيج محشيه بنه ولا اروع. تجي محشيه وبنينه يا البنات وسهله. انا حبيباتي نبداو لا فيديو تاعنا بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. واكيد الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تنساوش تخلي جيم وكومنتير وتشتركوا في القناه. اول حاجه النوعيه تاع السميد انا نستعمل هذه البنات، راني وريت لكم شحال من فيديو. نستعمل هذه تاع سيدي مجبر متوسطه، راح تجي الطميه تاعك بنينه كي تخدمي بها. نروح نحمصوا السميد. طريقه تاع التحميص نظن كامل تعرفوها البنات. النار تكون يعني متوسطه ولا اقل شوي متوسطه، التحريك يكون مستمر، يعني انا نحمصوا فيها ونحركوا حتى نطيب لنا كامل على لون واحد. شوفوا كيفاش طابت لي البنات، يعني ما تجينيش حبه محروقه وحبه بيضه مش طايبه كامل، تجي كامل على لون واحد. هذا اللون شوفوا هاي ليكم هنا بعد الضوء باش تشوفوها مليح، باسكو هاي الضوء تبان لكم بيضه. بعد ما كملتها تحطوها في بلا ولا سنيوه ليسونسيال حاجه مفتوحه ونخدموا بها. هنا البنات الوقت اللي تبرد فيه الطمينه نروح نجيبوا الزبده نتاعنا. شوفوا البنات شحال من خطره نوريها لكم هذه الزبده. اي البخي تاعها رخيص البنات، باعوا هذو ثلاثه مع بعضهم تخدمي بها راح تعطي لك طمينه بنينه وتخليها لك طريه لمده طويله. علاه؟ باسكو هذه الزبده فيها كميه من الحليب، يعني ما نحتاجوش كامل نديروا حليب. انا ما نديرش حليب للطمينه تاعي، تجي بنينه وتجي طريه بهذه الزبده يا البنات. درنا باطه تاع الزبده، يعني الباطه تاع الزبده كي ذوبتها وقستها البنات جاتني قيس كاس. بعد ما ذوبتها ونظن اي دار جزائري عندهم هذا الكاس البنات، بعد ما ذوبتها قستها جاتني هذا الكاس. نعاود نرجعها انا في الكسرونه ولا في الطاوه تاعي، ونفس الكيله تاع الزبده نروح نديروها عسل. العسل البنات يكون اول حاجه هاي لكم يكون ثقيل شويه، ما يكونش ثقيل ياسر مي ثقيل شويه. من الاحسن يكون صنع منزلي، يعني تكونوا خدمتوه في الدار. الا شيتوه من البرا راح تكون في هذيك الحراره تكون الطميه تاعكم تقهم يا البنات. من الاحسن صنع منزلي ويكون مخدوم، يعني كيما احنا نقولوا ثقيل ويكون مخدوم بالطبع. انا يا زدت رشه تاع الملح ونخلطهم مليح هذيك الزبده مع العسل قبل نديرهم فوق النار. بعد ما يعني خلطتهم مليح ودرتهم فوق النار حتى نغلاولي، واكيد خطره على خطره نحرك. انا البنات بعد ما نحيت على النار جيت ضفت رشه تاع القرفه وخلطت مليح مليح. ومن بعدها بديت نضيف في السميد اللي كنت حمصته ويكون بارد يا البنات. بالنسبه للكميه تاع السميد البنات دوك نوريكم حتى نتحصلوا على واحد القوام، يعني تكون حاكمه روحها الطمينه، ما تكونش خفيفه كيما راح نديروها في لي زاسيات الكبار. راح نديروهم يعني كل واحد هكا واحد وحبه، يعني حاجه بريستيج. قبل نكمل ندير طمينه البنات بعد ما درت الكاس الاول جيت درت زوج مغارف كبار تاع الكونفيتور راح ينقصونا الحلاوه ويمدونا واحد البنه ولا اروع يا البنات. نخلط هذاك الكونفيتور مليح ونبقى نضيف يعني في الطمينه حتى نتحصلوا على واحد القوام البنات يكون حاكم روحه. بالنسبه الى حبيتي تخليها يعني طمينه كيما مورفين نخدموها تكون هذوك فليزاسيات كبار وتكون طمينه طريه، نديروا زوج كيسان يكفوا. انا البنات هاي ليكم انا كنت يعني نحيت على جهه قيس لي زاسيات الكبار البنات وخليت هذه شويه كملت يعني بديت نضيف لها في السميد حتى تحصلت عليها القوام تاعها يكون حاكم روحه باش نديرها في ليمون. هذو البنات انا كنت جبت هذا الليمون، تحبوا يعني تجيبوا هذوك السيرسو المدورين الكبار وتخدموا بهم، كل واحد هذا كامل يبقى اختيار. انا حبيت نديرهم هذو صغار البنات يعني باش شوفوا البنات تاكلوا زوج حبات ما تقهموش. هنايا اول حاجه باسكو راهي السميد يعني ولا الشيشه هذه راهي اكثر من العسل يا البنات. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه البنات البنه نتاعها مع هذاك الكونفيتور مدتنا واحد الحماضه تجي بنه ولا اروع. درت الطبقه الاولى من الطمينه البنات، درت طبقه من حلو الترك وما تخافوش البنات ما تجيش كامل حلوه، وراني نضغط بالمغرف لازم تضغطوا مليح. ومن بعد درت طبقه من الفوق يعني بالطمينه. انا خدمتها من بديت يعني نديمولي فيها البنات، تحبوا تخلوها شويه تحكم روحها كفريجيدار حوالي 10 دقائق ربع ساعه راح تنح معكم بكل سهوله. انا البنات خدمتها من ديموليتها من مي كي كنت نح فيها عيتني شويه، يعني بدات تفتت معايا شويه باسكو مش حاكمه روحها مليح. نتوما من الاحسن تخلوها هكا واحد 10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم في الكونجيلاتور، قيس ما تحكموا لها شويه ونحوها راح تنح معكم بكل سهوله عفوا. بالنسبه للتزيين دائما نقولكم
يبقى اختياري. انا كنت درت حاجه بسيطه واش كان عندي في الدار. درت هكا شويه تاع القرفه واللوز، درت شويه تاع الحلو الترك، ودرت شويه نتاع الكاوكاو، هذيك درت لهم شويه كاوكاو في النص. البنات تجي بنينه روعه، ما تجيش كامل تقهم، تجي ناقصه الحلاوه. اول حاجه السميد اكثر من العسل، والحاجه الزوجه البنات زوج مغارف تاع الكونفيتور راح يمدونا واحد البنه ولا اروع. يعني ما تخافوش ديروا هذيك الطبقه تاع الحلو الترك من الوسط، وما تخافوش ما تجيكمش كامل حلوه. انا حبيباتي وصلنا لنهايه لا فيديو، شاهدكم في الجنه. نتمنى اذا عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، واكيد اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتار وتشتركوا في القناه، وشكرا.